تعالوا بقى نعمل النهارده مع بعض احلى حواوشي ممكن تجربوه. احلى طريقه واحلى عجينه واحلى تتبيله لحمه، وفي نفس الوقت ما خدتش مننا وقت كتير، وبجد طعمها خرافي احسن 100 مره من اللي بره. واوعدك بجد ان انت لو جربت الوصفه دي، برغم انها فيها عجين وفيها كل حاجه ممكن تهلكك شويه، بس بجد هتفضلي تعمليها دايما في البيت وهتبطلي خالص شراها من بره. هنعمل النهارده الحوشي مع بعض باذن الله باسهل طريقه واقل التكاليف ان شاء الله. بس اهم حاجه لو اول مره تشوفيني، انا اسمي نورة جمال. لايك وشير واشتراك في القناه، وما تنسيش تضغطي زر الجرس وتكتبوا لي كومنتات حلوه كتير زي اللي انتوا بتكتبوها. ويلا بينا نسمي الله ونبدا الوصفه بتاعتنا. اول حاجه معايا نص كيلو من اللحمه المفروم. لازم تكون خشنه شويه، وفي نفس الوقت لازم تكون فيها سنه دهنه كده شويه. حطيت عليها بصلتين كبار مبشورين بالمبشره، وفصين من التوم كبار مبشورين برضو. انا ما شلتش من البصل الميه، انا حطيته بالميه بتاعته علشان انا عايزه اللحمه تطيب معاه. وكمان حطيت طماطمتين متقطعين كده، وكمان حطيت قرنين فلفل حامي شويه او بارد زي ما انت تحبي. انا حطيت بارد. وكمان هقلبهم بقى تقليبه كده. احنا بنقلب اللحمه بنعجن فيها، مش بنقلبها كده تقليبه خالص، احنا بنعجنها. حطيت بقى فلفل، الفلفل الاسود، وحطيت كمان الملح حسب طبعا الكميه بتاعتك، وحطيت كمان معلقه شطه، وحطيت ورقتين كده من ورق اللورا. وطبعا سر الخلطه بتاعت اي شيف او اي مطعم هي دي، وان شاء الله هتخلص قريب وهعملها معاكم تاني. واللي يحب يعرفها بالانجاز ممكن يكتب لي في الكومنتات وانا هقول له عليها على طول. هي وصفه سهله جدا، بس بجد بتودي اي لحمه، بالذات اي لحمه في حته تانية، حاجه كده طعمها خرافي. هقلبهم بقى كده. قلبت البهارات كلها وخلصت اللحمه، حطيتها بقى في التلاجة لحد ما نعجن العجينه بتاعتنا. حطيت معلقتين من الميه عاديه خالص، وكمان ربع معلقه صغيره من الخميره، انا مش عايزاها تخمر، ومعلقتين صغيرين من السكر. وكمان حطيت معلقتين كبار من الزيت العادي، مش سخن ولا كده بارد، عادي خالص يعني من الازازه على طول. قلبي بقى لحد ما السكر ده يدوب. وبعد كده طبعا الدقيق يكون معاكي نخلاء. يعني انا حطيت على الكوبايتين الميه بالظبط، حطيت عليهم كيلو الا ربع من الدقيق. يعني كيلو ناقص ربع كيلو بس من الدقيق. طبعا حطيت الملح بعد الدقيق. انا مش بحط الدقيق مره واحده، انا بحطه واحده واحده علشان ممكن يبقى مش عايز تاني. وممكن برضو يبقى عايز تاني، بس احنا نبقى عارفين ان هو يبقى عايز تاني هنحط له، مفيش مشاكل. لكن المشكله انت ممكن تزودي ميه تاني، واحنا مش عايزين نزود ميه تاني بعد ما نحط الدقيق. هنفضل نقلب بقى فيهم، وهنشيل بقى المعلقه خالص، هنحط بقيه الدقيق، وبعد كده هنعجنهم بايدينا. طبعا انت لو عندك عجان او اي حاجه طبعا ممكن تعجني عليه، مفيش مشاكل. لكن انا بحب اعجن بايديا احسن، يعني تعرفي العجينه بتبقى عايزه ايه اكتر بصراحه. لميت بقى العجينه. بص العجينه بتبقى ملزقه كده شويه، مش بتبقى ماسكه 100%. يعني لازم التلزيقه دي شويه علشان تطلع معاكي العجينه في نفس الوقت ناشفه، وفي نفس الوقت فيها سنه قرمشه. بعد كده هقطعها بس زي ما انتوا شايفين، هقطعها بقى قطع كده. طبعا على حسب الرغيف اللي انت عايزاه، عايزاه كبير، عايزاه صغير، عايزاه تخين، او عايزاه رفيع. طبعا اللي انت تحبيه واللي تحبيه تعمليه يعني اعمليه. العجينه بتلزق في ايديا كده. العجينه انا عايزاها بالشكل ده بالظبط. بعد ما قطعت بقى كميه العجين معايا كلها، هجيب طبعا افرد العجينه، هحط دقيق علشان طبعا هي بتلزق، فاكيد هتبهدل الدنيا لو انت ما حطيتيش دقيق، فانت لازم تحط لها دقيق. طبعا احنا هنا بقى هنفردها. لو عايزاها سمكها تخين خليها تخين، لو عايزاها سمكها وسط زي ما انا هعملها اعمليها، ولو عايزاها رفيعه يستحسن لا بلاش تبقى رفيعه علشان ما تتهرش منك وتتقطع. هفرد بقى زي ما انتوا شايفين كده. طبعا العجينه بتلم معايا تاني، فدي فعشان كده انا بفردها وبرجع، هي بترجع تكش تاني، فتبقى كده خلاص ظبطت معايا. خدت بقى المقاس اللي انا عايزاه زي ما انت عايزاه، طبعا اذا كان كبير او صغير زي ما احنا قلنا. خلصت بقى فردها، وطبعا هفرد تاني. طبعا انا مش قادره اقول لكم بصراحه الوصفه دي بجد في منتهى الجمال، ووصفه سهله جدا، وما خدتش يعتبر حاجات يعني يعتبر مش موجوده في البيت، لا بهارات عاديه خالص، يعني فلفل وشطه اكيد موجودين عندنا في البيت. هي مفيش غير سر الخلطه ده، بجد تحفه، وان شاء الله هعملها معاكم في اقرب وقت. آه، حاجة كده دي اللي بيبقى عايز يظبط اكله، او بمعنى اصح عايزة نفس الحاجة اللي بره بالظبط، هي دي سر الخلطة اللي بره يا جماعة والله. سر الحواوشي، سر الكفتة، سر اي حاجة باللحمة او بالفراخ، هي دي سرها بجد. فردت بقى العجين،
زي ما انتوا شايفين كده. طبعا العجينة هي لما بتحط لها دقيق مش بتلزق معاكي ولا حاجة، هي تبقى خلاص كده اتظبطت. طبعا انت بتحطيها وبتفردي عليها دقيق شويه كمان علشان لو هتحطهم على بعض زي ما انا حطيتهم كده. الصاج بقى بتاعك وادهنيه زيت. وانا حطيت اللحمه كانت في التلاجة، طلعناها اهو من التلاجة وهنفردها بقى في العجينه نفسها زي ما انتوا شايفين كده. كتري قللي زي ما انت تحبي، بس انا بصراحه بحب خير الامور الوسط علشان اتاكد من سواها 100%، لان انا مش بحبها ما تبقاش سوا 100%، لازم تبقى سواها 100%. طبعا هي طابت 100% بصراحة وكانت حلوة قوي. ما تخافيش يعني، مش اللي هو مش هتطيب معاكي، لا هتطيب معاكي وان شاء الله هتطلع كويسة جدا. بس اهم حاجة امشي بس على الخطوة وان شاء الله هتبقى كويسة معاكي. عجينة تانية كمان وحطيتها على الوش زي ما انتوا شايفين، وقفلي بقى زي ما انت شايفة كده. بصي حاولي ان انت تكتمي خالص البخار اللي يطلع. هنخرمها بالشوكة او كل حاجة، بس لا حاولي تخليها من جوه، من الجناب دي، من الجناب ده 100% مقفلة. مش عايزينها تبقى مفتحة ولا اي حاجة علشان البخار بتاعها ما يطلعش من الجناب، او المية اللي هي هتطيبها يعتبر تطلع من الجناب ولا حاجة. عملتها اهو، شايفه شكل الحواوشي قبل ما يتحط لسه في النار. هروح بقى على الصاج واحطه على الصاج اللي احنا دهنينه زيت. طبعا الحواوشي بيبقى دهون، انت عايزه تحطي هنا ممكن دهنه او ليا اللي انت تحبيه، يعني مفيش مشاكل. انا حطيت في الاخر احنا دهنا سمنه، فعشان كده انا ما حطيتش، يعني هي الدهون بس بتاعت اللحمه، ما زودتش دهون تانية بصراحه ولا اي حاجه. زي ما انتوا شايفين كده بقى، انا بفرد واحدة وبحط اللحمة وبعد كده بتحط عليها العجينة التانية على طول زي ما انتوا شايفة كده، واقفليها من الجناب وتأكدي انها اتقفلت 100%. عملت معاكم كمان واحدة حاجة كده في منتهى السهولة اهي، وما خدتش مننا وقت خالص. وكمان احنا ضامنين يا جماعة الحاجة احنا عاملينها في بيتنا ونضيفة، واحنا اللي متبلين واحنا اللي عاملين حاجة يعني في منتهى الجمال ان شاء الله. حطيتهم بقى في الصاج كلهم، طبعا ما بيخمروش ولا الكلام ده، احنا حاطين بس الخميرة طعم وريحة بس يعني، وكمان ما بتضيفش حاجة كتيرة، لا ما تكتريش في الخميرة عشان مش عايزين العيش يخمر، احنا مش عايزين العيش يخمر. خرمها بقى بالشوكة زي ما انت شايفاني بخرمها كده علشان هنحط دهون، وفي نفس الوقت ما تخليهاش تقب، احنا مش عايزينها تقب. ده بيطلع الهواء بتاعها. حطيت بقى انا هنا سيحت سمنة على شوية زيت صغيرين، وطبعا حطيت على الوش زي ما انتوا شايفين كده، دهنت الوش كله علشان تطلع متحمرة وفي نفس الوقت شكلها حلو، وكمان واخدة كمية الدهون بتاعتها اللي هي عايزاها. حطي بقى على الوش كله زي ما انت شايفة كده، ادهنيها يعني، وحاولي تدهني كمان الجناب اللي احنا مقفلينها دي، وعلشان تطلع معاكي مظبوطة. هحطها بقى في الفرن درجة حرارة متوسطة مش عالية، متوسطة مايلة للهدوء مش عالية، علشان اللحمة معايا نية فلازم تطيب كويس وتطلع بقى بالشكل القمر والحلاوة اللي انتوا شايفينها دي. سبتها نص ساعة في الفرن، طبعا كل شوية بشوفها وبقلبها وكل حاجة. وطبعا لازم تراقبيها علشان ممكن تتحرم منك في اي لحظة. بصوا بقى العيش، بصوا جمال اللحمة، بصوا جمال الحواوشي كله. لو عايزة تضيفي طبعا جبنة، عايزة تضيفي اي نوع جبنة فيه، لكن انا حبيت بصراحة ان هو كده يبقى كده منه لنفسه كده، حاجة كده في منتهى الجمال والحلاوة. حاجة كانت بجد كانت قلب ريحة البيت، ريحته كانت فظيعة، نفس اللي بره وحياة ربنا بالظبط، ويمكن احلى شوية علشان انتي اللي عاملاه كمان في البيت، وبجد هيبقى في منتهى الجمال. طبعا انا هاكل منه واحده والتانية والتالتة، وبصراحه قفلت الكاميرا وقعدت اكل لحد ما شبعت. كان في منتهى الجمال بجد بجد بجد. انتي لو جربتيه انسي 100 مره اللي بره ده خالص، هتقولي لا انا اعتمدت الوصفه دي، وبجد مش هتجربي ان انت تجيبي تاني من بره علشان انت هتعمليه احسن من اللي بره 100 مره. بجد انا بصوا باكل منه يا جماعه مش عايزه اوقف بصراحه، كان حلو قوي بجد. يعني حاجة سهلة وبسيطة ونضيفة، وكمان احنا اللي عاملينها في البيت وما خدتش مننا وقت خالص. عملنا العيش وعملنا اللحمة وتتبيلة بسيطة جدا، وحاجة كده في منتهى الجمال بجد.
كده بقى يكون الفيديو بتاعي خلص. يا رب يكون عجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك وتضغطوا زر الجرس وتكتبوا لي كومنتات حلوه كتير قوي زي اللي انتوا بتكتبوها دي، وبجد تسلم ايديكم على اللي انتوا بتكتبوه. وبجد كمان شكرا للناس اللي جت جديده عندي، وبجد كمان شكرا للناس اللي كانت عندي. بجد انتوا اخواتي مش متابعين بس، انا بترحب بيكم بجد ومبسوطه فعلا ان احنا نبقى اصحاب ان شاء الله مع بعض كده. ويا رب اشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.